السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجمل ما قرأت 6 أطباء في مطعم على قرعة الطريق يستمتعون بشرب أكوابا من الشاي والقهوة. مر من أمامهم رجل يعرج في مشيته. قال أحد الأطباء: هذا مصاب بالتهاب مفصل ركبته اليسرى. قال الثاني: مجرد التواء في الكاحل. قال الثالث: هذا يعاني التهاب أخمصي في وجه القدم. قال الرابع: انظروا، لا يستطيع رفع ركبته، يبدو ذلك بسبب خلل في خلايا عصب الحركة السفلى. قال الخامس: أعتقد أن لديه شلل نصفي. وقبل أن يصرح الطبيب السادس بتشخيصه للمرض، وصل الرجل إلى المجموعة وسأل: أين بإمكاني أن أجد إسكافي لإصلاح حذائي؟ للأسف هذا المشهد لحوار الأطباء ال6 عن حالة الأعرج يشبه تماما ما نسمعه من الخبراء الذين يتحدثون في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية عن قضية فيروس كورونا. هذه الأيام فالكل يتكلم عن الفيروس بما يحلو له، فيروس بين الوهم والحقيقة، وبين التهويل والواقع، والاستغلال والمصالح وسياسات ومؤامرات. لا يوجد شيء واضح، لكن هناك شيء واضح، وهو وجود الله القادر على كل شيء. تضرعوا إلى الله، فالوهم نصف الداء، والطمأنينة نصف الدواء، والثقة بالله أول خطوات الشفاء. اللهم جبرا، اللهم صبرا، اللهم شفاء بكل داء، اللهم قوة إن أتعبتنا الحياة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام.